تخيل انك صحيت الصبح لقيت الموبايل مش شغال، البنك بيقول لك حسابك صفر، واشارات المرور في الشارع كلها اخضر في اخضر. الاسوأ ان مفيش ولا جندي واحد داخل بلدك. زمان كان احتلال الدول بيتطلب جيوش وطيران، النهارده كفايه سطر كود برمجي واحد يطفي انوار المدينه بالكامل او تغيير نتيجه انتخابات رئاسيه. اهلا بيكم في عالم الحروب السيبرانيه. الهاكرز مش مجرد مراهقين قاعدين في اوضه ضلمه دلوقتي، هم جنود في جيوش خفيه بيستخدموا الاكواد بدل الرصاص. اول حاجه لازم نشيلها من دماغنا هي صوره الهاكر اللي لابس هودي وقاعد بيسرق فيسبوك صاحبته. الهاكرز اللي هنتكلم عنهم النهارده بياخدوا مرتبات خياليه، عندهم تامين طبي، دول جيوش الامن السيبراني. النهارده ما بقاش مجرد دعم تقني لموقع واحد، ده بقى ركيزه اساسيه للامن القومي واداه سياديه للدول عشان تحقق مكاسب سياسيه.